صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا نحضر الفطار النهارده كده سهل وخفيف مع بعضنا. اول حاجه نصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيع يا رسول الله. اول حاجه انا حطيت كده معايا بطاطستين كده على البوتاجاز وحطيت فيها ميه وهسيبها ايه تستلق معايا. بعد كده هنشتغل هنا هنعمل ايه؟ هنعمل فول بطماطم. هوريكم الطريقه بتاعتي بتطلع جميله. طبعا الفول بطماطم عندي انا ما بعملوش ببصل، انا بعمله بتوم، بيطلع احلى بكتير لان البصل ده احنا كده دخلنا في طبيخ. فايه بنعمله؟ انا اول حاجه غسله معايا كده الطاسه. انا جايبه معايا دي لسه كده. بسم الله. شيل بس ده من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده يا حبايبي، نجيب الطاسه معانا كده نحط فيها حوالي معلقتين 3 زيت. بصوا يا حبايبي انا حطيت معلقتين زيت. جبت معايا هنا فصين توم او فص واحد بس كان كبير وحطيته بس مع قرن الشطه وقرن الفلفل. جربوا طريقه الفول بالطماطم اللي انا بعملها دي، هتعجبكم قوي وهتعتمديها على طول تعمليها ببيتك. بتخلي طعم الفول في حته تانيه خالص. بصوا بقى التومه مع قرن الفلفل مع قرن الشطه كده ايه والروايح الحلوه دي. بسم الله. نعمل فطار كده سهل وخفيف مع بعض، مش هياخد معانا وقت باذن الله. باخد بس كده نشم ريحه الثوم والفلفل كده بس. بصوا يا حبايب قلبي، اول ما نحس انها كده خلاص شمينا ريحه الثوم والفلفل ما بستناش تتحمر. اهو بص جايبه معايا طماطمتين كده وفرمهم في قلب الكبه. اللهم صل على النبي على الروايح. بصوا كده طماطم. هجيب بس شيشاء ميه كده بسيط اهو. ندي تقليبه. ريحه الثومه مع قرن الشطه حراق وقرن الفلفل والطماطم اول ما نزلت عليها ما شاء الله ريحه حكايه، من غير لسه ما حطيناش توابل ولا اتسبكت، بس ريحتها ما شاء الله. التومه بس يا دوبك اول ما شميت الريحه بتاعتها نزلت بالطماطم، بتخلي ريحه بصوا هحط شويه ميه كده بسيطه عشان نسيبها تتسبك عشان هنعمل فيها الفول. هحط فيها ايه كده تاني؟ هنبهرها بقى. احط لها رشه من الملح وهحط لها حاجه بسيطه ماجي. بسم الله. وهنحط طبعا الفول بيحب الكمون، نحط رشه من الكمون كده ورشه من الفلفل الاسمر والكزبره، بتخلي بقى الثوم والصلصه بتاعه الطماطم دي طعمها ونفسها حكايه. حاجه بسيطه من البابريكا كده بس عشان تعزز اللون بتاع الطماطم، عشان الطماطم دي كانت طماطم جامده عندي في التلاجة. بس كده انا مش هحط فيها اي حاجه كده تاني غير حاجه واحده بس نفس الخصله بتاعتي. احط رشه من السكر علشان الحموضه بتاعت تعادل الحموضه بتاعت الطماطم اهي. حاجه بسيطه خفيفه خالص ما كترناش يعني. ما شاء الله على الروايح، ريحتها عسل. بصوا ما شاء الله. سيبها بقى تتسبك. وانا جايبه هنا كيسين فول معايا، جايبه يعتبر ب10 جنيه من الفول. هسيبها تتسبك معايا كويس وبعد كده هنضيف لها الفول بتاعها وكده يعتبر خلصنا الفول. ولا اسهل من كده، بس دي تتسبك هنحط لها الفول وتسيبها تاخد غلوه كمان عشان ندعم كله في قلب بعض. البطاطس بتاعتي كده معايا على البوتاجاز اهي في الميه بتاعتها. هحط لها بصوا رشه الملح بتاعتها. الحدق بتاع البطاطس انا ما بحطش اي حاجه، ما بلعبش في الطعم بتاع البطاطس خالص غير ان انا بحط لها الملح بتاعها واسيبها تستلق. واول ما تستلق معايا بقوم واخداها حطها معلقه السمنه البلدي بتاعتي ونشوف هنحط الحاجات الحلوه بتاعتنا ازاي. بصوا يا حبايبي هنعمل مع بعض كده ايه حته جبنه كده حلوه. بصوا انا بحط الجبنه القريش اوريهم. بصوا كده يا حبايبي هعمل كده برضو جبنه بطماطم. تعالوا بصوا اوريهم كده يا احمد الجبنه عندي. بصوا انا بجيب الجبنه بحطها كده، بقوم جايبه قرن شطه بقوم قسماه نصين وحاطه فيها رشه الملح واسيبها كده بتبقى متطعمه معايا، بتبقى فيها محدقه واخده من ريحه الفلفل، بتبقى جبنه بفلفل كده طعمها ونفسها حلو معانا. انا هاخد منها كده حته. بسم الله.
بصوا كده معايا. طبعا الاسمر ده البذر بتاع الفلفل، عشان بس ما حدش يقول ده ايه. اهو بحط حته جبنه من القريش عشان اولادي بيحبوها كده. بص علي كده يا احمد. وهحط معاها من الجبنه اللي هي العبور، احط معاها كده برده حته. بعمل الاتنين على بعض، بتبقى نفسها وطعمها حلو والاولاد بيحبوه. ولو ما فيش من الجبنه العبور بعمل الجبنه القريش بس طالما موجوده فانا بحب اعملها لهم كده. هجيب بقى معايا كده طماطمتين. بصوا طبعا التسبيكه معايا، بصوا شغاله هنا ما شاء الله. بصوا اللهم صل على النبي اهي، هي قربت خلاص، دخلت في التسبيك خلاص. عقبال بس ما اعمل الجبنه هقوم ساقطه معايا ايه الفول بتاعي اهو ما شاء الله. نقطع الطماطميه كده على الجبنه. بصوا يا حبايبي انا خلصت قطعت الطماطمتين بتوعي اللي انا حطاهم، وهحط كده ايه قرن شطه. حابه بقى انت تحطي حراق او بارد، ده اللي انت حباه حطيه. انا هحط قرن شطه كده بيديها نفس وطعم حلو مع الجبنه والطماطم، بتبقى كده حاجه حلوه تفتح نفسنا كده على الاكل، والاولاد بيحبونا. او بحط منها للاولاد في اللانش بوكس برضو، مش شرط باستمرار اكل معين، لا احنا بنعمل اكلات خفيفه. انا اللانش بوكس بتاعنا احنا بقى اكلاتنا كلها خفيفه. ممكن تلاقيني بحط للاولاد جبنه، بطاطس مهروسه، بطاطس محمره، لانشون، جبنه رومي. الحاجات دي الخفيفه دي عقبال ما يجوا من المدرسه واللي هم بيعوزوا احنا نعمل. اما الحاجات اللي هي التقيله اللي احنا نحطها وكده لا ما بعملش الحاجات دي. طبعا الجبنه دي بحط ايه رشه من الكمون كده بتديها طعم كده حكايه، ومعلقه من الزيت، ونهرسها كده بالشوكه. بسم الله. ايه ده؟ تعالى كده يا بابا، تيجي موقعك. تعالى كده نوسع على نفسنا الدنيا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نهرسها كده بالشوكه. بصوا يا حبايبي اهي هرسها كده بالشوكه كويس اهي، تخلي كده ايه كله يتمزج مع بعضه، الجبنه العبور مع الجبنه القريش مع قرن الشطه اللي احنا حطيناه برشه الكمون. طبعا الجبنه عندي هنا ايه هدوقها، بس هي كده كده حادقه يعني متملحه، يعني انا حاطه فيها الملح في قلب الميه بتاعتها، فمش هتحتاج معانا الملح. انا حطيت بس رشه من الكمون. حابه تحطي رشه من الشطه الناعمه براحتك خالص. انا بالنسبه لي كده طعمها زي الفل، مش هتحتاج معايا اي حاجه، كده طعمها زي الفل معانا. كده انا قطعت الخيار وجهزنا معانا الجبنه. البطاطس معايا اهي شغاله. تعالوا كده اما نبص معايا كده الصلصه اتسبكت معايا اهي. تعالوا بقى نحط الفول كده. بسم الله. انا جايبه كده معايا كيسين من الفول، كيس ب5 جنيه، فانا جايبه الكيسين فهسقطهم كده معايا ما شاء الله. وادي تاني كيس. نشيل الحاجه حوالينا كده الاول عشان ما نحسش ان في زحمه حوالينا واحنا شغالين. بسم الله. تعالوا نقلب كده الفول بتاعنا كده ونسيبه ياخد معاه مع بعضه كده، يتشكشك مع بعض وياخد الطعم بتاع الخلطه الحلوه اللي احنا عملناها بالثوم والشطه والطماطم والتوابل بتاعتها الحلوه دي. واتفرجي على طعم الفول، تاكلي احلى طبق فول ممكن تعمليه ما شاء الله. تعملي بقى انت جنبيه حابه تاكليه مع بصل براحتك خالص، حابه تاكليه كده وتعملي جنبيه طبق بطاطس محمره بألف هنا وشفا. اللي انت حباه تاكلي منه، محدش بيضغط على حد باي حاجه او يفرض عليه حاجه ياكلها. كل واحد بيمشي على قد حاله وعلى قد ظروفه، بيمشي بالفلوس المتاحه ليه بيمشي بيها. بصوا كده، بصوا ما شاء الله. انا هسيبه كده يتشكشك مع بعضه اهو، هغطي عليه وموطيه عليه كده ياخد مع بعضه كده ويدي. تعالوا نبص معانا كده على البطاطس بتاعتنا عشان برضو نعملها. تعالوا اما نبدل كده العين دي بالعين دي، بس اوطي كده بالراحه على الفول. تعالوا نجيب البطاطس بتاعتنا الحلوه دي. بصوا خلاص انت هتقولوا الحله دي كلها على البطاطس عشان الحله اللي عندي كلها كبيره، ما فيش حله صغيره عندي. بصوا كده ما شاء الله قربت تشرب خلاص ميتها، يعني يعتبر حاجه بسيطه من الميه خالص فيها. اعلي عليها كده. تعالوا ما نشوفها كده معانا بالشوكه عامله ايه. بسم الله. بصوا كده
استوت معايا وبقت زي الفل. وطبعا الملح فيها زي ما هي. هنجيب بقى كده معانا بسم الله، هجيب معايا سمنه بلدي، ناخد معلقه كده محترمه من السمنه البلدي عشان دي اللي هتخلي لنا البطاطس لها طعم. بصوا كده معانا، مش هنستخسر فيها كده، نحط لها كده معلقه سمنه بلدي كده حلوين، تطلع معاكي البطاطس كده بوريه وناعمه. ازاي؟ هقول لك تطلع معاكي بوريه وناعمه ازاي. نجيب لها كده بق لبن كده حلو، بيخلي البطاطس معاكي مرهم، كريمه كده، كريمه بمعنى الكلمه. تعالوا بينا كده نمسك نهرسها. حابه بقى انت تتبلي او تحطي اي طعم للبطاطس براحتك خالص. انا بالنسبه لي كده البطاطس الفلاحي بتاعتنا المعموله على اصولها واخده الطعم بالسمنه البلدي واللبن والملح بتاعها محطوط في السليق، طعمها حكايه. انا طبعا مستنيه كده ايه، كده كده هتشرب شويه اللبن بتاعنا الحلوين دول. انا هجيب الهراسه وهرسها كلها. بصوا كده قبل ما السمنه بس كده تسيح وتشرب شويه اللبن دول، هقوم هرسها على طول وهوريها لكم شكلها عامله ازاي. بصوا يا حبايبي، اول ما اللبن كده اتشرب في قلب البطاطس والسمنه بتاعتنا السمنه البلدي اللي حطيناها ساحت، جبت كده الهراسه معايا وتقومي ضغطه عليها كده. بصوا ما شاء الله تبقى معاكي بوريه. عايزاها انعم من كده شويه، بتزودي معاكي بقين من اللبن كده، تبقى معاكي ناعمه زي الكريمه. بس كده كفايه قوي كده. بصوا كده معايا، تخيلي بقى البطاطس دي غنيه وشوفي طعمها تبقى عامل ازاي. بصي كل ما نحط لها لبن تفتح معانا وتبقى بصوا عامله ازاي ما شاء الله. بصي بقت كريمه خالص، بصوا ناعمه خالص اهي كلها كده، طعمها حكايه. بصي هنا كده حاجه بسيطه بس محتاجه رشه من الملح، رشه من الملح بس كده كفايه قوي. هنجيب لها ايه بقى تاني يا ام احمد؟ قبل اي حاجه انا هجيب المعلقه عشان خاطر ادوب معايا الملح ده في قلب البطاطس كده. بصوا ما شاء الله كريمه ازاي تتشكل معانا. بصوا ما شاء الله تتشكل معانا زي ما بيقولوا ايه، زي الكريمه كده، زي الكريم شانتيه كيس الحلواني. بصوا ما شاء الله. هنجيب لها بقى كده ايه، عودين بقدونس كده حلوين غاسلينهم ومخرطينهم، نسقتهم كده عليها ما شاء الله اهو. نديها تقليبه كده. البقدونس بقى في قلب البطاطس كده ما شاء الله بالسمنه البلدي، خطيره 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 بالسمنه البلدي زي ما بيقولوا ما شاء الله. كده ايه، خلصنا معانا البطاطس اهي. تعالوا نبص كده بينا على الفول، والفول بتاعنا ما شاء الله خلص معانا اهو. اللهم صل على النبي. بصوا كده يا حبايب قلبي اندمج مع بعضه وبقى زي الفل. تعالوا ندوقه برده كده بسم الله، زي الفل معانا. والشطه بتاعته حلوه مناسبه، ولا حار ولا بارد، متوسط كده. كده خلصنا الحاجه بتاعتنا يعتبر كده. تعالى كده يا احمد بسم الله. كده ناقصنا حاجه بسيطه خالص اللي هي ايه يا ام احمد؟ هجيب لي طاسه معايا واوريكم ايه اللي ناقصه. بصوا يا حبايبي هنعمل هنا كده نفقش كده بيض، نعمل بيض كده مفقش. بس انا قبل اي حاجه بحط قبل السمنه بحط معلقه زيت كده علشان ما بحبش السمنه تتحرق معايا. بحط معاها رشه من الملح عشان انا بتعقد لما البيض بيلزق، فبحب احط ايه رشه من الملح كده معانا في الطاسه. واقوم جايبه معلقه سمنه بلدي كده. بصوا ما شاء الله. سيبها بقى تسيح كده علشان نحط فيها البيض. تعالى لما ننزلها كده عشان ما نصدعكوش بالمعلقه. نسيبها كده تسيح ونفقش فيها البيض ونغرف الفطار بتاعنا العسل ده ونوريكم شكل فطارنا عامل ازاي النهارده. بصوا انا استنيت لما السمنه كده ساحت في قلب الزيت معانا والملح وكله اتشكشك في بعضه كده. نكسر بقى البيض البلدي بتاعنا العسل ده ما شاء الله على قد ما احنا عايزين اهو. الف هنا وشفا للي ياكل. بسم الله ما شاء الله. انا هستكفي الثلاثه بس مش هزود عشان مفيش حاجه تتركن،
عشان ما احطش حاجه، ما بحبش احط حاجه فاضله من الفطار ده في التلاجة، غير ممكن جبنه او شويه فول وبطاطس. اما البيض ده ما بحبش ان انا ايه، طبعا غلط ان انا اسخنه اصلا تاني، فبعمل على القد ما نعوز نعمل عادي مفيش مشكله. اعلي بقى كده عليه خلاص، انا واقفه كده جنبه. بسم الله. خدي يا صالح دخلي دي جوه. ما شاء الله. اقلب كده. بصوا حبايبي اهو البيض معانا اهو استوى وبقى زي الفل. لازم كده يبقى غرقان معاكي في السمنه كده. بصوا ما شاء الله كده عسل قوي واستوى سوا حلو معانا اهو. اطفي عليه. تعالوا بينا ندلقه كده في الطبق. ما شاء الله. انا ما بحبوش اعمله قرص كده عشان ما بحبش يبقى ناشف من تحت او حاجه. بصوا كده لازم كده يبقى ينز سمنه بلدي كده معاكي، تحسي ان انت بتاكلي بيض كده زي ما بياكلوه في البلد كده في الفلاحين. بصوا ما شاء الله كده تكون. بصوا ادينا عملنا البطاطس بالبقدونس المهروسه بسمنه بلدي والبيض بسمنه بلدي وتقطعت خيار. تعالوا بقى نغرف في الفول ونجهز الجبنه بتاعتنا. بصوا يا حبايب قلبي بكده نكون خلصنا الفطار مع بعض. حبيت كده اشارك معاكم الفطار بتاعنا لما الاولاد بيجوا من المدرسه، حضر لهم فطار كده حلو عشان يقدروا يركزوا ويقاوموا في الدراسه بتاعتهم اللي هم فيها. بيجوا من المدرسه طبعا بيبقى واخدين معاهم سندوتشات، بس برضو زي ما بقول لكم بكون عامله جبنه او اي حاجه خفيفه بتاعت سندوتشات الصبح. مش لازم احط لهم حاجه تقيله في اللانش بوكس معاهم، دي حاجات خفيفه بسيطه زي ما كنا بنمشي زي ما كنت بمشي في مدرستي برضو بمشي مع الاولاد. هو جبنه لانشون جبنه رومي حاجات خفيفه خالص وخيار. حتى الفاكهه والحاجات ديت بسيطه، لو حطيت ما حطيتش هم ما بيبقوش حابين ياخدوا معاهم عادي، عشان برضو بيبقوا حاطين في اعتبار لو اولاد ما معاهمش بيراضوا، بس ما تقدرش تراضي كل اللي موجود قدامك. فلو خدتي فاكهه واديتي دوت غيرك هيبص. فبحبش انا ابقى حاطه نفسي في الموقف زي دوت، فببقى حابه ان انا اديهم اي سندوتش ياكلوه معاهم، بس برضو لازم يكونوا واخدين معاهم مش اي كلام عشان يقدروا يقاوموا. ولما بييجوا بحضر لهم فطار زي كده عقبال ما يروحوا دروسهم ويجوا باذن الله بنكون جهزنا الغدا. تعالوا بينا كده احنا عملنا البيض معانا بسمنه بلدي والبطاطس المهروسه وحاطين معاها بقدونس، جربيها طعمها تحفه. والفول بالطماطم بتاعه معانا عنده ام احمد دوت ما شاء الله خطير. اتحداك انك تاكلي 3 4 رغيفه في الفول دوت وفي الفطار اللي احنا عاملينه ده. والجبنه بتاعتنا العبور مع القريش بالطماطم والكمون ورشه الشطه ما شاء الله. والعيش البلدي ما ننساهوش امرناه اهوت. انا بجيب العيش بتاعي مثلا كل 3 ايام وبحطه في التلاجة وبطلع امر منه كده، بكون حاطاه في درج التلاجة معايا وطلع امر منه وبيبقى زي الفل معانا اهوت، بيفتح النفس وزي الفل معانا على الاكل. اتفضلوا تعالوا افطروا معانا. دي كانت اكله بسيطه معايا النهارده. ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لايك واشتركوا عشان قناتنا تكبر بيكم، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.